اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض تورته كيوت خالص. يعني بصي التزويق بتاعها رقيق جدا، مش مكلفة قوي وبسيطة. هتعجبكم وهتعرفوا اللي انتوا تعملوها بكل سهولة. اول حاجة كان معايا دقيق اسبونج، معايا كوبايتين من دقيق الاسبونج الجاهز، من اللي هي الكوبايات المعيارية اللي هي 250 مللي. ومعايا معلقة صغيرة من محسن الجل، ونص كوباية من المية، وثلاث بيضات، والفانيليا طبعا علشان البيض. هسيب لكم برضو المقادير بتاعة الكيك والكريمة في صندوق الوصف. وانا عملت كذا تورته قبل كده. لو في حد جرب التورته بنفس الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم جدا جدا جدا. يعني خفيفة، مش بنحط فيها حاجات اللي هي يعني بصي تبقى غالية قوي او كده، وبتبقى طعم تحفة جدا، احلى من اللي بره كمان. بشهادة كل اللي داق مني اي حاجة سواء تورته او جاتوه، يعني قالوا بسم الله ما شاء الله، يعني طعمها جامد جدا. هنخلط كل المكونات دي بمضرب الكهربائي او بالعجان ايا كان اللي عندك يعني، لحد ما نوصل للقوام اللي بصي بيبقى زي الكريمة كده، يعني ابيض. وبيبقى القوام بتاعه يعني تقل شوية والكمية بتاعته بتزيد. جبنا بقى الصينية اللي احنا هنسوي فيها مقاس 18، مبطناها بالزبدة وحاطة ورقة زبدة في القاعدة بتاعة الصينية. وبعدين هننزل بيه الخليط ده، هسويه كويس. ولازما اديله خبطتين تلاتة قبل ما ادخل الصينية دي الفرن علشان اطلع منها الهواء اللي موجود فيها، عشان ما تعملش فراغات كتير من جوه بس. وبعدين طبعا تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، هتدخليها على الرف الوسطاني لحد ما تستوي. صراحة انا مش بشغل الشواية بتاعة الفرن، انا بسيبها لحد ما تستوي واختبرها بعد ساعة الا ربع كده. اختبرها ب مثلا العصي اللي هي بتاعة الشيش طاووق، او اي سكينة تكون رفيعة يعني. لو طلعت نظيفة فخلاص ما بشغلش عليها الشواية، لان هي بتاخد لون من فوق كده، بيبقى لون فاتح يعني. وكده كده احنا في التورته بنشيل الطبقة اللي هي بتبقى ايه، اللي بتبقى فوق على الوش. اهو زي ما انتم شايفين كده، بعد ما طلعت من الفرن وهي سخنة بحط ورقة زبدة على الوش كده، وبعدين بقلب التورته بتاعتي واشيل ورقة الزبدة اللي احنا كنا حاطينها في القاعدة بتاعة الصينية وهي سخنة، ما استناش لحد ما هي تبرد. هشيلها بقى ورقة الزبدة. شايفين الكيك كان مستوي يعني، بصوا مظبوط جدا، ولا واخد لون غامق شوية ولا اللي هو يعني فاتح قوي قوي. بس بشيل ورقة الزبدة وبعد كده بغطي الكيك بتاعي لحد ما يبرد تماما. في معظم الأحيان يعني اللي أنا بعمل الكيك من بالليل بتاع التورت أو الجاتو، بعمله من بالليل وبعدين بغطيه واسيبه لحد ما يبرد لتاني يوم، يعني بزوقه بقى تاني يوم. ده كان بالليل. في الوقت ده بقى كان تاني يوم الظهر كمان، مش الصبح بدري يعني، كان الظهر. بعد ما بردت بقى خالص كده، لو انتي مستعجلة فسيبيها لحد ما تبرد، ما تقطعهاش وهي سخنة علشان هتتقطع معاكي مش هتبقى مظبوطة. بس هنظبط المنشار بتاع اللي احنا بنقطع بيه الكيكة على درجة 8 أو 9 على حسب انت عايزة سمك الكيكة بتاعتك قد ايه. هي طلعت لي 4 طبقات، بس احنا هنعمل التورتة ب3 بس. فبعد ما قطعنا الكيك هنعمل بقى الكريمة. كان معايا كوبايتين من المية، عليهم نص كوباية من السكر، ومعلقتين من اللبن البودر. هندوب السكر كويس وبعدين هننزل بيه كوباية من كريم شانتيه الخام. بس هندوب بقى هنخلط الكريمة مع المكونات دي لحد ما نوصل للقوام ده. وبعدين هنجيب بقى القاعدة بتاعة التورتة، هنحط يعني ايه زي معلقة صغيرة كده نفردها من الكريمة عشان تمسك لي التورتة بتاعتي ما تتحركش وانا بزوقها يعني. بس هنحط اول طبقة من الكيك، وبعد كده هنسقيها بخليط التشريب اللي هو السيرب الخفيف او اللبن او العصير ايا كان المتوفر عندك. وبعدين هننزل بيه الكريمة، هنوزعها كويس على التورتة الكيك. مش شرط اللي انت توزعيها يعني تكون متساوية، لان دي بتبقى
بنحط الطبقات عليها، فهي اوريدي لما بتحطيها كده تضغطي عليها حاجات بسيطة فبتبقى متساوية بس. وبعدين هننزل بيه الطبقة التانية ونفس الطريقة برضه هنسقيها بيه خليط اللي هو السيرب الخفيف، وبعد كده هننزل بيه الكريمة. والطبقة التالتة اللي هي بتبقى القاعدة بتاعة الصينية بنحطها دي الوش بتاع الكيكة عشان تكون متساوية. هنحط بقى برضو السيرب، وبعدين هنجلس التورتة بس ايه يعني خفيف. وبعدين هنجيب الكريمة، هشيل نصها في كيس حلواني باللون الابيض، وبعدين هنحط لون بقى اللي هو البينك. هنقلبها كويس جدا عشان اللون الكريمة تاخد نفس اللون بتاع اللون الجل، كلها تبقى لون واحد. ممكن تحطي بقى اي لون تاني يعجبك، يعني مش شرط يكون اللون اللي هو البينك ده. انا عملت قبل كده لون اللي هو الموف، كانت شكلها جميل جدا برضو. انا يعني بحب من اللون البينك والموف اكتر اتنين يعني من الالوان اللي انا بحبها، بس تبقى شكلها جميل جدا. هنعملها بقى نص كده بالكريمة البيضة تحت، وبعدين هنحط اللون اللي هو البينك من فوق. وبعدين هنجلس بقى التورتة، هنجلسها يعني هنسوي التورتة بتاعتنا. الكريمة هتبقى موجة كده، مش هتبقى ايه يعني كلها بيضة او كلها، هتبقى موجة ما بين البينك والابيض. جبنا السكليبر بقى هنساوي الكريمة بتاعتنا بس هنسويها من فوق زي ما انتم شايفين كده. وبعدين جبت بقى إيه معلقة كده اعمل بس ايه زي شكل كده من فوق. وبعدين هنحط بقى الكريز اللي هو الاحمر. بس كده التورتة يعتبر خلصت معانا، ما خدتش وقت خالص، كانت جميلة جدا. شكلها رقيق جدا جدا كمان، يعني لو جربتوها هتعجبكم بإذن الله. والتزويق بتاعها مش مكلف قوي، يعني هو الكريز لو جبتيه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني او سوبر ماركت كبير ب20 جنيه او 15 متهيألي كمان. الطبق ده بيبقى فيه كتير بس. وبعدين حطينا بقى الرسومات اللي انتم شايفينها دي، وبعدين هنحط بقى الكريسبي اللي هو الفضي علشان اكسر اللون الابيض اللي تحت ده يبقى ظاهر كده ايه ويبان. وهحط في الاخر رسمة من نفس اللي هي الرسومات دي، واحدة تانية كده حطها على التورتة من قدام. وبعدين بقى حطيت الصورة اللي هي قدام دي كده، وبعدين خلاص كانت التورتة جاهزت معانا. شكلها جميل جدا، ويعني اللي خدوها شكروا فيها جدا، قالوا لي طعمها وشكلها يعني تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها تعجبكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.